وبعدين يا حاج، هتعمل ايه؟ زي ما قلتلك يا حاج، انا هجمعهم بكره كلهم والله، وهقول لهم على الشرط، واللي هينفذه هو اللي هياخد كل حاجه. بس اهم حاجه لازم اتاكد انه هيكون امين على المال بتاعي. وعشان نفهم القصه لازم نحكيها من اولها. واول حاجه احب ابدا بيها الصلاه على سيدنا محمد. ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب واشتركوا في القناه. ويلا بقى فعلوا رمز الجرس عشان عيلتنا تكبر ونعرف نكمل معاكم. اصبري يا عز، بكره ان شاء الله هنعرف كل حاجه. ماشي يا احمد، انا هصبر. بس بكره كلامي هيطلع صح. اكيد الحاج يعني عايز يوزع فلوسه عليكم، واكيد اخواتك طبعا هيحاربوا بكل قوتهم عشان ياخدوا كل حاجه. ما تقلقيش يا عز، انا مش قلقان. اصلا انا الكبير واكيد يعني الحاج مش هيصغرني. انا قلقانه قوي يا عبير. انا كمان اتكلمت مع ماما وقلت لها قولي لي بابا ناوي على ايه. ما رضيتش تقول لي حاجه. اكيد طبعا امك تعرف في ساعاتي. بس بقول لك ايه، لو مسكوا احمد اخوه كل حاجه ولا ادوله كل حاجه بحجه يعني ان هو كبير، اوعى تسكت. لازم تاخد حقك. انا فرحان قوي يا بني، عشان بكره ان شاء الله هنتجمع عند الحاج. اصل احنا كنا متعودين انا واخواتي نتجمع على طول كل اسبوع. بس طبعا عشان المشغولات اللي احنا فيها ما بقيناش نعرف نتجمع زي الاول. والله يا سيد انت غلبان قوي. انت فاكر اخواتك دول جايين يعني ومتجمعين عشان حبا يعني ان انتوا تشوفوا بعض؟ لا يا حبيبي، اكيد جايين عشان الكلام اللي الحاج قاله. كل واحد عايز يعرف هو هياخد قد ايه. ربنا عالم بظروف كل واحد يا منى، وربنا يعين كل واحد على اللي عنده. بصوا بقى، انا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم على حاجه. انا عارف نية كل واحد فيكم وتفكير كل واحد فيكم، بس انا مش هدي فلوسي لولا واحد الا اذا نفذ الشرط بتاعي. هيعمل اكتر حاجة تغضبني، وساعتها هو اللي هيستحق الفلوس كلها. بس يا حاج، انا ابنك الكبير وانا اللي استاهل الفلوس دي. يا سلام، وليه بقى ما اكونش انا ان شاء الله؟ بقولك يا حاج، انا على قدي ومعايا لسه 3 عيال كمان. انت عندك 3؟ طب ما انا عندي 4. بس منك ليه؟ خلاص انتهينا، لا بالعيال ولا بالسن. انا قلت شرطي واللي هينفذه هو اللي هياخد الفلوس. ربنا يخليك لينا يا حاج ويديك طولة العمر. وبعدين يا حاج، العيال من ساعة ما سمعوا كلامك وهم مش طايقين بعض وعلى آخرهم. سيبيهم يا حاج، ما تفكريش فيهم. دلوقتي كل واحد يروح بيته ويحكي لمراته. وبعدين مراتات عيالك مش سهلين، كل واحدة هتقوله تتصرف ازاي. أنا أكتر حاجة خايفة منها هو أحمد وعادل. شفت بعد كلامك يا حاج، الغل والكره مال عينيهم. وبالنسبة لسيد، مش خايفة منه. سيد ده سيد ده غلبان. بالعكس، ده أنا خايفة عليه. ربنا يسترها عليه. عندك حق يا حاج، ده حتى منى مراته غير مراتات عيالك الاتنين. ربنا يسهلها بس ونشوف هنقعد ونعمل ايه. يا ترى بعد ما الحاج قال شرطه لولاده، ولاده هيعملوا ايه؟ ده اللي هنعرفه في الجزء التاني والاخير. استنونا.